الزمالك على القمة بفرق 5 نقط عن المنافسين المباشرين بيراميدز والأهلي. الزمالك على القمة بعد الفوز على بيراميدز في مباراة في منتهى الصعوبة قصاد فريق محترم جدا بطل أفريقيا، فريق بيضم سكواد يمكن نقول إن هو أقوى سكواد في مصر. مباراة كان الجماهير الزملكاوية كانت معشمة نفسها بيها، وقبل الماتش نزلت لهم بالدخلة هاتولنا البطولة. فاللعيبة عملت ايه؟ نفذت اللي الجمهور عايزه، وجابوا ال3 نقط اللي قربوا الزمالك بنسبة كبيرة جدا 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 ان شاء الله من بطولة الدوري المصري السنة دي. الماتش راح وجه في ظروف كتير، وممكن ننتقد حاجات كتير، وممكن نتكلم في سلبيات ممكن نبقى شايفينها، لان احسن وقت تتكلم في السلبيات وانت كسبان مش وانت خسران، عشان ما تبقاش بتهد الفريق بتاعك. ولكن المحصلة النهائية احنا كنا متفقين ان دي مباراة نهائي زي كل المباريات اللي فضلنا، ولكن دي واحدة من اهم اذا ما كانتش اهم مباراة في الموسم. مباراة خلت الزمالك يكسب المنافس المباشر بتاعه في اسبوع هو اسبوع الحسم في الدوري المصري، بهدف بالنسبة لي هدف رائع، هدف في منتهى الجمال، هدف يتحط عليه مزيكا بصناعة شيكو بانزا. يعني هو حلل فلوسه كلها النهارده. يعني هو النهارده شيكو بانزا لو هو ما عملش حاجة غير الاسيست ده النهارده، احنا مش عايزين منه اي حاجة تانية. ومن الفاكهة بتاعت الفرقة، فاكهة الدوري المصري السنة دي، خوان بيتزيرا اللي أنهى المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 85 تقريبا. المباراة كان فيها متغيرات كتير جدا، كان فيها مفاجآت كتير جدا على مستوى الأداء خلال المباراة، على مستوى التشكيل، حتى على مستوى طريقة لعب بيراميدز اللي كانت مفاجأة النهاردة. وبصراحة يعني النتيجة طبعا بتغير في تقييمنا بشكل كبير جدا عشان نكون فير. يعني طبعا يعني لو كان يوريشيتش نجح في الخطة اللي عملها النهاردة ان هو يسيب الكورة للزمالك عشان يمنعه من ان هو يلعب على التحولات اللي هي نقطة القوة الرئيسية عند الزمالك، وساب له الكورة ووقف لعب تحت الكورة وبدأ يلعب هو على التحولات، فالزمالك اللي كان نازل بتشكيلة عشان تلعب على التحولات وفيها لعيبة في نص الملعب ميزتهم الرئيسية الكرات الطولية والتحولات بتاعتهم، فجأة الكرة بقت مع الزمالك. فلو كان يوريشيتش نجح في ان هو يخطف جون ويفضل يلعب بالطريقة بتاعته في ظل عجز نسبي عند لاعبي الزمالك في صناعة الفرص طول ما الاستحواذ معاهم، كان زمان يوريشيتش ده دلوقتي متشال على الأعناق وإن هو المدرب الأسطوري. ولكن حاليا يوروشيتش بقى اسمه المدرب هو اللي خسر نفسه الماتش، ان هو ساب الكرة للزمالك مع ان هو كان عنده القدرة ان هو يبادر وهو اللي يهاجم. ولكن هي الكورة خطط وتاكتكس، واتنين مدربين قصاد بعض و22 لاعب قصاد بعض في الملعب. طبعا المباراة الاتنين مدربين أرهقوا بعض بشكل كبير قوي في التعامل معاها، على المستوى التكتيكي وعلى مستوى التغييرات وعلى مستوى التشكيلات اللي بدأت. ولكن المحصلة النهائية إن اليد العليا كانت لكابتن معتمد جمال. كابتن معتمد اللي ممكن أكون أنا عاتب عليه في بعض الحاجات النهاردة، ولكن الكورة بتدي المجتهد لغاية الآخر. النقطة المضيئة بالنسبة لي الكابتن معتمد النهاردة إن هو شاف التغييرات اللي كانت بتتعمل في آخر المباراة من يوريشيتش، وأرى إن بيراميدز هيبدأ دلوقتي يدور على المكسب، لأن التعادل على الورق أنا كنت شايف إن هو في مصلحة الزمالك مش مصلحة بيراميدز خالص. فإن هو هيبدأ يفتح خطوطه، فأنا أنزل بقى الغزالة اللي عندي اللي بتبقى شاردة دي وطايرة على أمل إن ربنا يهديها النهاردة وتعمل حاجة. وفعلا أول ما نزل شفنا الخطورة اللي كانت موجودة. طيب هنرجع لبداية المباراة. تشكيل الزمالك النهاردة، أنا بصراحة أنا كنت يعني بتمنى إن ده اللي يحصل. يعني لو كنت بحط يعني احتمالات، ممكن نكون أجبرنا بسبب إصابة بنتايج إن فتوح يلعب باك ليفت، بس أنا كان نفسي أشوفه في المكان ده النهاردة. وإن خط النص نكون حاطين فيه إسماعيل وشحاتة قصاد الونش وحسام عبد المجيد، ويعني النهاردة عمر جابر اللي لعب، والمهدي سليمان، وكان يبقى معاهم عبد الله السعيد. وقدام الثلاثي اللي ما لا غنى عنه بالنسبة لنا ناصر وعدي وبيتزير. البداية دي كان طبعا أظن بنسبة 99% كابتن معتمد بيفكر في إن هو طبعا بيراميدز هيضغط، بيراميدز عايز يكسب المباراة، فأنا هلعب على التحولات وأستفيد
بان كوره عبد الله واسماعيل في الخروج بالكوره، وان هم يلعبوا الكرات الطوليه المتقنه على الاجناب او للمهاجم، هتكون حاجه مفيده جدا بالنسبه لنا. ولكن حصلت المفاجاه وشفنا الطريقه اللي بيراميدز بيلعب بيها. كان بيلعب ديب جدا واقف ورا الكوره، ولكن مع ذلك في بدايه المباراه خالص ناصر منسي ضيع هيد يعني بشكل غريب جدا. طبعا المضايقه اللي كانت معاه من المدافع طبعا اثرت، ولكن كان هدف في اول 5 دقائق من المباراه يفتح المباراه بشكل مختلف تماما. جات فرصه ثانيه لعبد الله السعيد نتيجه للضغط بتاع ناصر منسي، وعبد الله اختار يمكن اصعب حل، ان هو عايز يركنها في البعيده من ورا المدافع، فراحت بره مع ان الدقيقه مفتوحه، مع ان ناصر منسي معاه، مع ان ممكن بيتزيرا جاي من الناحيه التانيه. ولكن كانت محاوله على المرمى جيده جدا. شفنا مجهود كبير قوي من عدي للامانه سواء هجوميا او دفاعيا. ولكن نص الملعب ما كانش فيه ابداع خالص. شفنا ان هو محمد اسماعيل، طبعا احنا في الاخر محمد اسماعيل عارفين ان هو بيلعب بره مركزه وكل الكلام ده، ولكن كان قادر يسيطر دفاعيا هو وشحاته ومعاهم عبد الله لما بيعمل معاهم المسانده. وما شفناش خطوره تقريبا لبيراميدز غير الكوره يمكن اللي كانت بدايتها هاندبول في كوره شحاته، وكانت هجمه اتعملت هجمه مرتده، والله يبارك له زيكو لعب الكوره لفيستون مايلي وهو اوف سايد بفدان، لان انا قلبي وقف ساعتها، لو انا ما صدقتش ان ده السيناريو هيقلب علينا بالمنظر ده. لان لو الهدف ده كان دخل في الوقت ده المباراه تعتبر انتهت، لان لو بيراميدز فضل واقف في الدفاع القصه خلاص كده بالنسبه لنا، يعني مستحيل ان يحصل اي حاجه تانية. خلص الشوط الاولاني تقريبا بدون يعني خطوره تذكر باي شكل من الاشكال غير الكوره اللي احنا اتكلمنا فيها دي. وبدانا الشوط الثاني، يمكن كان في اخر الشوط محمد اسماعيل اخذ انذار، والانذار ده هو اللي عجل بخروجه بنسبه كبيره جدا. وطبعا لان نزول محمد السيد دي تغييره انا شايف ان هي تكتيكيا كانت كويسه جدا، ان هو طالما انا اللي هبقى معايا الكوره فانا محتاج كويره، محتاج لعيبه يكون عندها ابداع في المساحات الضيقه النتيجه للتكتل بتاع بيراميدز، ان انا اقدر اخلق فرص. ممكن محمد السيد بعيد عن مستواه من وقت ما اتجمد بعد مباراه انبي والاداء اللي عمله في مباراه انبي، ولكن احنا لما شفناه النهارده ممكن بعيد شويه، ولكن لا كان بيديني متنفس مختلف، شفت كوره مختلفه منه، في حلول مختلفه منه، حتى ولو النهايه الاند برودكت بتاعت الكوره ما بتكونش احسن حاجه، ولكن في حاجه بيحاول يعملها. دايما اللاعب المبدع في الملعب لازم هنتوقع منه ان هو الكوره هتتقطع منه اكتر من اللاعب اللي بيسلم ويلعب السهل. ده حاجه وده حاجه. فدايما اللعيبه المبدعه فرصه ان الكره تتقطع منهم او يحصل ميس باس، لان دايما باصاتهم تقدميه، دايما بيحاولوا يراوغوا ويكسروا مساحات. فالتكتلات الدفاعيه دي لازم هيكون معاها محاوله للابداع، وطبعا مش دايما هتكون في مصلحه الفريق اللي بيهاجم، ولكن في المحصله النهائيه انا شايف محمد السيد خلى شكل الزمالك مختلف الى حد ما في الشوط الثاني. ولكن مع ذلك ما كانش فيه خطوره واضحه. الزمالك جاله فرص كتير جدا عن طريق الضربات الثابته، ولكن تنفيذها كان في منتهى السوء. النهارده كل الضربات الثابته اتنفذت بشكل سيء جدا، يا اما ما بتطلعش من على الارض، يا اما بتروح على يعني على بوز ال 18 الناحيه الثانيه. فما كانش مفهوم بالنسبه لي سواء من فتوح او من عبد الله السعيد ليه كل الفرص دي جت لنا كضربات ثابته، ولا واحده كانت حتى في قلب المرمى ان هي تمثل خطوره. بعد كده شفنا ان هو بدأ يبقى فيه تأخير شديد قوي في التغييرات لكابتن معتمد، ودي حاجة كانت مش مفهومة بالنسبة لي. هل أنا شايف إن أنا كنت في الأمان 100% كده وأنا مش هغير لغاية لما يوريشيتش يغير؟ طب ما أنا كان ممكن أغير وأنا أفضل بنفس التيمبو بتاعي بتاع اللعب. تمام، أنا مش بقول إن إحنا نغير الخطة أو بنفتح خطوطنا، لأن التعادل فعلا كان في مصلحتنا أكتر. ولكن وجود عبد الله السعيد لغاية الدقيقة 82 ده مبالغ فيه جدا. عبد الله لعيب خبره ولعيب قوي جدا، وطبعا ما حدش يقدر يقلل من عبد الله، ولكن هل عبد الله في قدره بدنيه حاليه ان هو يلعب 82 دقيقه؟ طب هل احنا النهارده شفنا عبد الله بعد اول 10 دقائق ربع ساعه؟ لا. عبد الله بالنسبه لي اللقطه الاساسيه لعبد الله في المباراه هتاخدنا لعمر جابر. التغطيه اللي عملها ورا عمر جابر في الغلطه الكبيره اللي عملها مع ناصر ماهر، وهو اللي لحقه وعمل الفاول. هو عمل فاول، بس هو لو ما عملش الفاول هي جون. يعني ناصر كان رايح بوشه في زياده عدديه، فكان القصه كان لازم يتعمل فاول في المنطقه دي. فعبد الله وجوده في الملعب مده طويله بالمنظر ده مع تلاحم الماتشات ده شيء غير منطقي بالنسبه لي. الحاجه التانيه طبعا عمر جابر،
قلنا 100 مره عمر جابر احنا عارفين ان هو بيعمل كل اللي يقدر عليه، بس اوقات كل اللي يقدر عليه ده مش كافي. وانا السبب الرئيسي ان اللي بيتقال ان ليه عمر هو اللي بيلعب مش محمد ابراهيم بسبب الخبره. طب هل في مدافع خبره في مباراه زي دي يعمل تاكل يبيع نفسه زي الكره بتاعت ناصر ماهر؟ الكره دي وهي رايحه لناصر ماهر وانا شايف عمر بيجري، نيه التاكل باينه، وكره ما يتعملش فيها تاكل، روح اقف قدامه. انت مستعجل على ايه؟ ما تبيعش نفسك. يعني اول حاجه بتتقال لاي مدافع وهو بيتعلم، ما تبيعش نفسك. التاكل بيتعمل وانت درسه وعارف هتعمله امتى وازاي. انما كرة زي دي انت لو التاكل جلى منك القصه انتهت. انت الهجمه بدل ما هي هجمه عاديه بقت هدف. فبالنسبه لي عمر جابر، لا عمر جابر اجتهد، ولكن ما زال وراه في مشاكل كتيره جدا بتحصل. شفنا غلطه زي دي كانت ممكن تضيع مننا المباراه، والمباراه دي بتقف على تفاصيل صغيره على فكره. يعني دي مش ماتشات رايح جاي كتير، ده هي يعني هي غلطه تخلص ماتش. فرقتين خايفين من بعض، فرقتين عندهم اللي يخسروه، فما ينفعش اي تصرف متهور من لاعب المفروض ان هو كابتن الفريق. آه، ناصر منسي، لا النهارده ناصر مش حلو خالص. ناصر مش حلو خالص. ناصر اه ماشي ما جالوش الفرص الكتيرة، ولكن تصرفاته في الكورة، يا ناصر يا حبيبي ما ينفعش الأنانية في مواقف معينة. ده هنفضل نغنيها كل مرة. لازم تعرف تميز امتى بتاخد القرار الأناني بتاع المهاجم ده وانت رايح تجيب جون. انما بره انت مش كوير يا ناصر، انت مش حريف. انت عملت عليا هجمه مرتده في منتهى الخطوره في كوره كان ممكن ان احنا لسه عاملين زياده عدديه والكوره معانا. قررت ان انت عايز تعمل مروحه يمين وتلف شمال، وفي الاخر اخدت كتف ووقعت، والهجمه اتعملت هجمه مرتده علينا. فاللي احنا بنقوله ده مش تقطيع، مش نقد يعني اللي هو هدف منه حاجه. اللعيبه دي احنا راضيين عنها كده كده، كده كده احنا راضيين عنهم ايا كان اللي هيحصل. بس في حاجات صغيره لما بتحصل بتضايق، ما ينفعش ان هي تتكرر. فلما ندور عليها واحنا كسبانين احسن ما نبقى قاعدين بنقطع شراييننا واحنا خسرانين. اللي بالنسبه لي النهارده يعني يترفعوا على الاعناق، يترفعوا على الاعناق بمنتهى الامانه. محمود الونش النهارده الحمد لله على السلامه يا ونش. انت يا ابني انت جميل قوي. انت جميل قوي والله العظيم. يعني ان هو بعد كل البعد ده عن اللعب واكيد انت نفسيا مش مبسوط، وشفناه في ماتش بلوزداد مش سعيد يعني، لان هو ما شاركش في الفوز بالشكل اللي هو يتمناه. لكن النهارده شفنا وحش في الملعب. أنا النهارده حسيت ان فيستون مايلي ده ولا يعني لاعب دولي ولا راجل هداف ولا اي حاجه. خلص عليه، خلص عليه بمنتهى الذكاء. تاكلز كلها صح، التوقيتات بتاعته كلها صح، جو في قلب الملعب على طرف الملعب. مفيش مره واحده حسيت بخطوره فيستون مايلي. المره الوحيده لما كان واقف في الاوفسايد، يقف يا عم في الاوفسايد كتر خيرك الله يبارك لك. لكن غير كده النهارده الونش وحش. حسام عبد المجيد برج مراقبه واقف لي جوه ال 18. بصراحه الواحد بيبقى حاسس بالامان في اي كوره عاليه جوه ال 18 وحسام موجود. سيطره غير طبيعيه على المنطقه دي، هدوء اوقات بيكون زياده عن اللزوم، ثقه زايده عن اللزوم في بعض الباسز، بتعمل ميس باسز. ولكن انا مش هتكلم، ما اقدرش اكلمك في سلبيات. انت النهارده عامل ماتش عالمي. انت النهارده انت والونش السبب ان انا ما حسيتش بخطوره على المرمى بتاعي. قدامهم محمد شحاته المجتهد بنسبه 100%، اللي هو يمكن المشكله الوحيده ان هو يعني لما نزل محمد السيد وبدا ان هو شحاته المفروض ان هو ياخد الادوار الدفاعيه بشكل اكبر، لان محمد اسماعيل مش موجود كان بيسيب مكانه في اوقات بتعمل فراغ في نص الملعب. ولكن في المحصله النهائيه محمد شحاته وحش النهارده. احمد فتوح الرايق اللي في خط الدفاع، مفيش حاجه تقريبا حصلت من ناحيته. كان كل كرة بتيجي عنده بيقدر يتعامل معاها بذكاء. كان بيقدر ياخد فاولات في اوقات بسبب باصات قصيرة او باصات صعبة في اماكن صعبة، كان بياخد فاول عشان يهدي اللعب وما يخلقش فرصة خطورة عليا. ففتوح بالنسبة لي 10 على 10. وطبعا حبيب قلبنا، حبيب قلبنا اللي لا غنى عنه، الله يبارك لك يا ابني. انت قد كده وعامل كل ده، امال لو اطول شويه هتعمل فينا ايه؟ بتزيرا، بتزيرا اللي اتظلم 60 دقيقة ان هو اتساب على الخط. محمد حمدي لازق في ظهره، يعني كأنه اتولد في ظهره قتب، وما حصلش تدخل فني بان احنا نحرر خوان بيتزيرا من الخط. بيتزيرا لو كان اتحرر من الخط زي ما حصل في اخر نص ساعة كنا هنشوف شكل تاني للعب. مع التكهكر بتاع انبي كان بتاع بيراميدز كان هو اللي كان هيخلينا نقدر نخلق فرص، واحنا ما خلقناش فرص غير لما هو اتحرر من اللعب على الخط والاستلام بظهره للملعب.
بيتزيرا خطورته الاساسيه ان هو يجيب وشه. لما يبقى معاه مدافع رزل لازق في ظهره زي ما محمد حمدي كان عامل النهارده، كان لازم يبقى في تدخل فني من كابتن معتمد من بدري، ان هو خلاص ادخل في نص الملعب وابدا انت اللي تلعب اللعب اللي تحت راسين الحربه، وخليهم هم راسين حربه، ما تخليش عدي وينج. ده الحل اللي كان ممكن يديني متنفس مختلف، وده اللي حصل في الشوط الثاني، ما ده اللي شفناه في الشوط الثاني، ان هو بمجرد ما بقى بيروح بوشه بيعدي من الناس بمنتهى السهوله. اوقات اصلا بيتزيرا بيعمل باصات اللعيبه اللي حواليه مش فاهماها اساسا. فانا شايف ان هو النهارده بيتزيرا كالعاده هو تميمه الحظ بالنسبه لنا، وعمل انهاء جميل ورايق بيمينه في كوره شيكو بانزا بدأها بصراحه بمنتهى الجمال التحول السريع اللي عمله، وان هو ازاي عدى من الشيبي وازاي عدل نفسه على الرجل القويه بتاعته عشان يعمل الباس متقنه بشكل اكبر. فهدف جميل جدا وهدف غالي جدا جدا جدا. وكان في هدف تاني ولكن للامانه هو الهدف التاني كان اوفسايد، واحنا بنعترف على فكره، يعني احنا بنقول لما تبقى الكره اوفسايد وان هي داخله من قبل ما تتشاف في الفار، انا كنت قاعد بقول الكره دي اوفسايد ولازم تتلغي. لان للاسف يعني انا شايف في بكاء وعياط وبوستات كلام من ناس عادية، وكلام من لجان، وكلام من الناس المفروض ان هم متخصصين في الكورة وبيطلعوا في التلفزيون وبيحللوا مباريات، ان هو قد ايه الكرة الهدف ده كان اوفسايد وبيتزيرا كان متسلل وبصوا الخط وبصوا مش عارف ايه. طب هو الجون مش اوفسايد، الجون ده جون هدف صحيح، تمام. فدي قصة خلصان. بس هروح معاكم ان هو اوفسايد. هو مين بقى يا جماعه اللي قاعد بيتكلم على التحكيم؟ مين اللي خلاص بقى هو دلوقتي يلا يا جماعه اتكلموا على التحكيم عشان نداري على اي مشكله تانية؟ التحكيم ظلم في بينالتي وما اتحسبتش، الدنيا تقوم ما تقعدش. طب في بينالتي ضدنا ما اتحسبتش، ما مش مشكله ما نتكلمش فيها، اصل دي فيها شك، اصلها سوفت. النهارده بص التحكيم بقى بيعمل ايه، والتحكيم بيعمل ايه مع الزمالك، والجون اوفسايد، واصل في بينالتي. انا كده كده الزمالك على فكره الهدف اللي كان اوفسايد اللي اتلغى بتاع بيراميدز بدايته هاند بول، وكان عادي جدا ان الكوره دي لان اتلعب اكتر من باس بعديها الفار ما يرجع لهاش، لان هي ما كانتش مباشره من الهاند بول. فده كان هيبقى هدف عليا. عبد الله السعيد ليه فاول على بوز ال 18 على مهند لاشين، ما اتحسبش، وبعديها على طول اتحسب فاول على الزمالك. فالنهارده الحكم، لا انا زملكاوي وانا بتفرج على الماتش، انا الحكم كان بيستفزني. الحكم النهارده ايه اللي عمله للزمالك؟ يعني ايه الطبطبه اللي طبطبها على الزمالك؟ في كلام ان بيراميدز ممكن ليه شك في ضربه جزاء، انا بامانه انا ما خدتش بالي منها، ممكن ابقى ارجع اشوفها. ولكن في الاخر المحصله ان هي ايه؟ انا كسبت بالتحكيم؟ لا انا ما كسبتش بالتحكيم، انا كسبت بعرقي النهارده. تمام. كون بقى ان خلاص بقى هي بقت اللبانه اللي في بق الناس، بصوا الزمالك عايز التحكيم المصري، بص الزمالك التحكيم المصري ايه؟ انت اصلا انت كنت بتتدخل ان انت تحكم لي حكم انت عايزه يجي بأمارة ايه؟ الفريق المنافس هو اللي يختار لي الحكم بتاعي. اصل ليه ما بيحكملكش؟ عشان يا حبيبي هو ده واحد ليه تسجيل شهير جدا، وهو بيقول مش مقتنع ان الكوره بينالتي بكل الاشكال الممكنه، اصل ربع نصها بره ونصها جوه، ولا ربعها وثلاث ارباعها. انت اصلا اللي انت بتقوله ده ادانه. هو في حاجه اسمها ربعها وثلاث ارباعها؟ ولا في حته منها على الخط هي بينالتي؟ في ماتش المقاولين الحكم ده احسن حكم في مصر ورايح كاس عالم وبره اداؤه هايل، لكن هنا معايا مريب، فمن حق ان انا اقول ان انا عندي مشكله مع الحكم ده. فما تجيش انت كمان بقى تبقى بتقول لي اصل هو ليه ما بيحكملكش، المفروض هو اللي يحكم الماتش ده. وسمعت واحد محلل اهلاوي كده مشهور بيتكلم في الموضوع، بيقول اصل فلان حكم للزمالك الماتش اللي فات وفلان حكم لبيراميدز وقاعد بيفصص الحكام. لا هو كده خلاص مفيش غير امين عمر. انت مالك؟ انت بتتدخل ليه؟ يعني مين يديك احقيه ان انت تختار لي حكم ماتش؟ يعني مش مصدق ان انا بقى قاعد بقول ليه الحكم الفلاني ما حكمش للاهلي. هو انتوا ايه الاستحقاقيه اللي انتوا فيها دي؟ يعني عندكم حته استحقاقيه كده انا مش فاهم جايبينها منين. يا جماعه كوره، احنا بنلعب كوره. اخطاء من الحكام بتحصل وبيتداس علينا، وانتوا بقى بيتداس عليكم في حاجات صح بيحصل. التحكيم بتاعنا فيه مشاكل، بس انتوا عاملين ارهاب لكل الحكام، وهنشوف مهازل في الفتره اللي جايه. ده شيء يعني مفروغ منه، هيبقى فيه مهازل الفتره اللي جايه. بس في الاخر هو مين اللي بيتكلم على المؤامره؟ ومين اللي بيتكلم على توجيه الدوري؟ ومين اللي بيتكلم على ان بيراميدز بيفوت؟ بيراميدز مين اللي بيفوت يا جماعه؟ انتوا في مشكله عندكم في دماغكم. يعني ايه بيراميدز يفوت؟
بيراميدز النهارده لو كسب يبقى اول دوري. ده بيراميدز يتعادل معاك بس يكسبني. بيراميدز هيسيب الماتش ويريح لعيبه ويغير من طريقه لعبه عشان ما يكسبش الزمالك. هو ايه الخلل العقلي ده؟ يعني ايه يعني؟ يعني ازاي حد في كامل قواه العقليه كده وراشد يكون بيتكلم الكلام ده؟ هو اصل هي لو سكريبتات بتتوزع تمام خلاص ماشي، بس عشان نبقى عارفين ان هي سكريبتات فنعرف نتعامل على اي اساس. لا هو معلش، هو بيراميدز النهارده لعب بطريقه خنقتني وكان ممكن يكسب في الاخر، وانا كسبت بشق الانفس. المباراه كانت في منتهى الصعوبه، وطبيعي المباراه دي هتبقى تخلص على تفاصيل صغيره. بيراميدز النهارده هيبقى موقوف منه 3 4 لعيبه الماتش اللي جاي. قطه مش عارفين ايه اللي جرى له لغايه دلوقتي، والمايلي خلص عليه. اسامه جلال اتصاب. احمد سامي موقوف. مروان حمدي هتوقف. هو مين بقى المأذي اللي هيلعب كمان 3 ايام؟ مين بالنسبه له؟ انا بالنسبه لي انا كزمالك، انا بالنسبه لي ان بيراميدز لو على الاقل يقدر يتعادل مع الاهلي وانا اكسب انبي، ماتش التتويج بتاعي هيبقى ماتش الاهلي. فبالتاكيد بيراميدز مش هيبقى سايبني اكسب النهارده. يعني بلاش سذاجه بقى، يعني الكلام بلاش يكون فيه. يعني خلينا نتكلم كلام ناس عاقله. آه، الاهلي خسر مباريات لانه كان وحش. الاهلي انا واحد من الناس انا شايف انه اتظلم في ماتش سيراميكا، حتى ولو في شرح لضربه الجزاء ان هي ليه ما اتحسبتش، لكن انا يقيني بسبب اهمال اللاعب بتاع سيراميكا الكره دي ضربه جزاء. بس برضه سموحه اتظلم، وفي فرق تانية اتظلمت من الاهلي في الدور الاول. الجونه اتظلم، دجله اتظلم، سيراميكا نفسه اتظلم. كل دول اتظلموا قصاد الاهلي، والدنيا كانت بتعدي عادي يعني. بس هو ما ينفعش ان الاهلي يتظلم. ده مش اوبشن، ده مش مطروح. لا، خلينا متفقين ان الحكام بتخاف من الاهلي قوي، ثم الزمالك، ثم ما بيحترموش حد تاني في تعاملاتهم في قراراتهم. ده شيء احنا كلنا عارفين. ولكن ان حد يقول ان الاهلي مقهور من التحكيم، الاهلي مظلوم، الدوله بتوجه الدوري ناحيه الزمالك عشان بتهاجم الاهلي، ما بلاش بقى الحركات دي. احنا فرحانين بفرقتنا، احنا ماشيين ماتش بماتشه. احنا بنتمنى ان ربنا يكرمنا في المباريات الاربع مباريات اللي فاضلين ونتوج بالبطوله. لكن حتى لو لم نتوج، احنا عندنا رجاله، عندنا جمهور اسود ورا الفريق، عندنا مدرب محترم. ممكن يكون عندنا انتقادات لبعض الحاجات، ولكن الانتقادات دي لا تتعدى 10%. وعنده نجاح 90% بالنسبه لي، سواء فنيا سواء تكتيكيا سواء اداريا سواء تعامل نفسي مع اللعيبه. كل الكلام ده بالنسبه لي دي كلها بوزيتيفز في مصلحه كابتن معتمد والجهاز الفني بتاعه. كل ده احنا راضيين عنه وقافلين على نفسنا وساكتين. بس بلاش استفزاز، والله بلاش استفزاز. كل واحد يخليه في نفسه. لا انت تعين لي حكم ولا انا اعين لك حكم. هات يا عم الحكام اللي انت عايزها من بره من جوه، بس مالكش دعوه بيا. ماتش الموسم بالنسبه لنا انتهى بفوز مهم جدا جدا جدا. عندنا مباراه لا تقل اهميه قصاد انبي يوم الاثنين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراه دي ونحقق الفوز. وايا كانت نتيجه المباراه التانيه، احنا عايزين نوصل لمباراه الاهلي على الاقل بفرق النقاط بتاعنا مع التاني ايا كان هو مين زي ما هو. ال5 نقط عايزين نحافظ عليهم، والله بقوا 7 خير وبركه. ما بقوش، انا عايز اروح بال5 نقط بتوعي، عشان ان شاء الله ان شاء الله ماتش سيراميكا اللي في النص محتاجوش. تصبحوا على خير، والف مبروك للزملكاويه كلهم، من اول الجماهير لغايه اصغر حد في قطاع الناشئين، في الجهاز الفني، في اللعيبه، في مجلس الاداره، جون ادوارد، كل الناس كل الناس الف مبروك وتصبحوا على خير.